في مباراة جمعت بين المنتخب المغربي تحت 15 سنة ومنتخب السنغال تحت 15 سنة. لم يكن الجدل مجرد حديث عابر، بل تحول إلى قضية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مبدأ تكافؤ الفرص في مسابقات الفئات الصغرى. من تابع اللقاء لا يمكنه تجاهل الفارق الواضح في البنية الجسدية، حيث بدا عدد من لاعبي السنغال بقدرات بدنية تفوق بكثير ما هو مألوف في سن 15 سنة. هذا المشهد أعاد إلى الواجهة النقاش القديم حول احتمال التلاعب في الأعمار، وهو موضوع لطالما أثار الجدل في الكرة الإفريقية. المغرب الذي استثمر في تكوين لاعبيه وفق معايير حديثة وبرامج تأطير واضحة، وجد نفسه في مواجهة وضع يطرح تساؤلات مشروعة. كيف يمكن الحديث عن منافسة عادلة إذا كان هناك شك، إذن غير مؤكد، في احترام القوانين المنظمة للأعمار؟ صحيح أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعتمد على وسائل مراقبة مثل فحوصات الرنين المغناطيسي، لكن ما حدث في هذه المباراة يبرز أن هذه الإجراءات رغم أهميتها قد لا تكون كافية لطمأنة الجماهير وضمان ثقة الجميع في نزاهة المنافسة. الدفاع عن حق المغرب هنا ليس تعصباً، بل هو دفاع عن مبدأ أساسي في الرياضة: العدالة. فالفئات السنية ليست ساحة لتحقيق الانتصارات بأي وسيلة، بل هي فضاء لصقل المواهب في ظروف متكافئة، وأي إخلال بهذا التوازن يضر أولاً بتطور اللاعبين أنفسهم. الجماهير المغربية لم تبد استياءها من فراغ، بل عبرت عن إحساس واضح بعدم الإنصاف، وهذا الإحساس حتى وإن لم تدعمه أدلة رسمية قاطعة يستحق أن يؤخذ بجدية من طرف الجهات المسؤولة. في النهاية تبقى الرسالة واضحة: المغرب لا يطلب امتيازات، بل يطالب فقط بتطبيق القوانين على الجميع بنفس الصرامة، لأن كرة القدم في جوهرها لا تقاس فقط بالنتائج، بل بمدى احترامها لقيم النزاهة وتكافؤ الفرص.